أنا دلوقتي في المعمورة، ولما أقول المعمورة يبقى لازم يجي على بالنا التراث اللي رسخ في أذهاننا من سنة 1964 كأول مدينة سياحية في اسكندرية، واللي تم إنشائها على النظام البلجيكي، وكان اسمها في العصر الروماني نينوتيس. وشاطئ المعمورة كان مهجور، وتم إعادة بنائه في عهد الملك فاروق بعد ما بنى قصر المنتزه. بس هقف معاكم لحظة، لأن تسمية المعمورة بالاسم ده يرجع لها محمد علي باشا، لأنه كان مهتم بتعمير المناطق دي، غير إنه مد خط سكة حديد فيها. وبتتقسم المعمورة لقسمين: معمورة الشاطئ زي ما انتوا شايفين كده بسحر شواطئها وجمالها، حاجة كده تاخد العقل. ومعمورة البلد دي منطقة سكنية شعبية، دي بقى من زمن الزمن، وبتمتد من أبو قير لمعمورة الشاطئ. وممرات الشواطئ جميلة وتاخد العقل، وحاجة كده مريحة للأعصاب، غير الشاليهات اللي موجودة على الشواطئ، شكلها وتصميماتها فعلا حاجة كده عظمة. وطبعا مش هنقدر ننسى السوق، ده لازم وأهم حاجة في المنطقة، لأنه بيضم كل حاجة ممكن تخطر على بالنا، من ألعاب أطفال وحاجات إحنا محتاجينها، ومطاعم وكافيهات، ده غير المطاعم الشعبية اللي فعلا كلنا ما نقدرش نستغنى عنها، ومخابز ريحتها تجيبك من آخر الدنيا، وخضري وفواكه وحاجات كده جميلة. مش بقول لكم فعلا السوق بيضم كل حاجة احنا محتاجينها، يعني كأنها مدينة كده متكاملة جوه منطقة. بالليل بقى لما تيجي تقعد على الشواطئ هتلاقيها كده فيها نسيم يوديك في حتة تانية، وحاجة تاخد العقل. مش هقولكوا بقى على ركوب العجل وتأجير الباتش باجي والحاجات الجميلة اللي موجودة على الشاطئ برضه. وفي الصبح بيبقى فعلا التريض في المعمورة بين الخضرة والممرات بتاعتها جميل جدا ومريح للأعصاب، وتمشي وانت مطمن ومفيش أي حاجة بتضايقك. جولتي في المعمورة غير، لأنها منطقة فعلا أنا بحبها وبعشقها جدا. مش بقولكوا المعمورة جميلة، مش بقولكوا مهما سافرت يمين ولا شمال المعمورة هتفضل في القلب. ودي كانت جولتي في المعمورة.